بعدها يدخل النادي الأهلي في أول اختبار حقيقي للفريق والمدرب قدام نادي الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري. تبدأ المباراة بداية يكشر فيها الأهلي عن أنيابه، ويضيع طاهر محمد طاهر فرصة خطيرة من قدام المرمى. بعدها تيجي تمريرة خاطئة من اللاعب زكريا الوردي يستغلها برونو سافيو، ويراوغ محمد عبد الغني ويطلق تسديدة تسكن شباك محمد عواد حارس الزمالك، معلنا الهدف الأول للنادي الأهلي. يحاول الزمالك التماسك بعد الهدف، وتأتي كرة العادة من أحمد سيد زيزو تصطدم بالعارضة. يستمر اللعب على السجال ده، كرة رايحة وكرة جاية، إلى أن يراوغ طاهر محمد طاهر لاعب الزمالك ويرسل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، يقابلها كريم